السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أخواني أخواتي في هذا الخبر السريع، والذي تكون مفاده الزيارة التي قام بها الرئيس الجزائري تبون إلى موريتانيا، وذلك من أجل جلب موريتانيا وإدخالها في هذا الصراع الإقليمي وإخراجها من الحياد الإيجابي. فالجزائر والنظام الجزائري ونظام الكبرانات هو يواصل ضغطه على موريتانيا التي تتمسك بحيادها في إطار هذا الصراع الإقليمي المفتعل. فالجزائر تحاول بكل الوسائل استمالة موريتانيا للانضمام إلى مشاريعها التخريبية في المنطقة المغاربية، لكن نواكشوط تؤكد من جديد أنها لن تتخلى عن سياسة الحياد الإيجابي تجاه القضايا الخلافية في المنطقة، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتجنب الانخراط في أي محاور أو تحالفات قد تضر بمصالحها الاستراتيجية. هذا هو موقف نواكشوط، وهي ثابتة على هذا الموقف رغم جل المحاولات التي يحاول النظام الجزائري خلق الفتنة والبلبلة في المنطقة.